هناك أخطاء إذا ارتكبت تقلب حياة الإنسان رأسا على عقب، حتى وإن ارتكبت في لحظة غضب أو طيش، في لحظة تعمى فيها البصيرة فيجد الإنسان نفسه وراء قضبان السجن. حمزة، هذا الشاب الذي حكم عليه بالإعدام بسبب ارتكابه لجريمة قتل صنفت في خانة الجريمة العاطفية، راحت ضحيتها خطيبته وقريبات لها. تابعونا. سي حمزة، قدمنا نفسك. حمزة 36 سنة، تحكمت بالإعدام. هذه 10 سنين تقريبا 10 سنين دابا. 2010 نعم سيدي. وكانت جريمة قتل. بطبيعة الحال جريمة قتل، يعني ضروري ديك الظروف اللي كنت أنا فيها واحد الساعة الغضب وقع. أنا بغيت نعرف الحياة ديال سي حمزة قبل ما تقوم بالجرم، كيفاش كانت؟ شنو كان حمزة قبل؟ حمزة شاب مغربي عادي، مواطن عادي مسالم، كيبغي بلادو، باقي لدابا كيبغي بلادو، ترونكيل. خدمتي داري. كنتي خدام اطار في شركه ملتي ناسيونال. عندك طوموبيلتك ديال الخدمه، عندي لابواتور ديالي، عندي الدويره، ساكن مع مالي الدار، كنت باقي مازال ما تزوجش، واصلا هذاك هو المشكل اللي وقع. يعني مرتبط بالزواج، يعني هذاك هو اللي كان السبب. كتسمى كريم باسيونيل. سي صا. يعني خدام، عندك طوموبيلتك، عندك كذا، غتبدا حياتك، راه باقي ديك الساعه يلاه عندك 26 عام 27 عام ديتي، كتفكر انك تستقر ودير عائلتك عادي. ما عمري ما عندي السوابق عدليه، ما عمرك دخلتي للكوميساريه كما كيقولوا المغاربه؟ حتى لاكارت ناسيونال كنت كنصيف طبا. انا ما عنديش الوقت، كنت كنخدم في الشركه بالليل، جروب بالليل، النهار راني ناعس، ما عنديش الوقت نمشي حتى نجيب لاكارت، الوالد كيمشي يجيبها. يعني حياه طبيعيه ديال اي شاب انا قلت لك وقته مشغول. وقتي مشغول، عندي مقسم ما بين خدمتي اللي بالليل، نجي للدار نعس، نفيق ناكل، نمشي لاصال ندير شويه د الرياضه، الجامع الى لقيت له الوقت، حيت راه في الليل خدام. يعني الجمعه الى لقيت له الوقت، يعني ماشي شي واحد ما هنا ما هي، خير الامور اوسطها. شنو اللي خلى، ماشي ما كنقلبش على الاسباب، لانني نعرف انه القصه لما كتعاود كتحكى كتجبد غير المواجع، وانا هنا ماشي باش نعاود نجبد القصه. بغيت نعرف الى دابا سولتك على شنو خلى ان السي حمزه ينتقل من هذيك الحياه العاديه لارتكاب الجرم. كما كيقولوا في الفقه ديالنا الاسلامي كدا، راه شعره ما بين الانسان عاقل وانسان بحال نقولوا ولا مجنون. راه دقيقه ديال الغضب ما تحكمتش فيها في الغضب ديالي، وما عرفتش انني بحال كنقولوا بدل ساعه بأخرى ولا ندير بنقص كاع كم من حاجات قضيناها بتركها، وما نبقاوش في الجدال الخاوي هو اللي كيفضي لهاد الجرائم كامله. انا في واحد الساعه بقيت كنتجادل انا والسيد ولا انا، جدال خاوي، تعصبتي، صدقتي مرتكب ضحيه، وماشي ضحيه وحده، راه حتى انت وليتي ضحيه، لان ملي كيموت داك الشخص اللي قدامك راه كنت متاكد اخويا، كنقولها لك بقلبي، راه حتى انا مت. راه الاحساس ديال الانسان انه كان انسان ما عندوش مع العنف بحالي، ترونكيل قاري، كتشوف قدامك جثه، راه حتى انت كتولي جثه اخويا، راه من ديك الساعه راه تقريبا راه حتى انت ميت. لان ديك البراءه ديالك اللي بحال كنقولوا الفطره ديالك مشات، داكشي ماشي ديالك وليتي دايرو، راه كتجيك انت براسك. انا قلت لك راه صافي ماتت الضحيه وانتي معاها بجوج ميتين. بغيت نعرف اللحظه اللي تنطق بها بحكم الاعدام في حقك، واش حسيتي؟ انا قلت لك الا شتي ديك اللحظه ديال حكم الاعدام ماشي هي اللي كانت خلعاني. انا فوقاش تصدمت مني لقيت راسي ارتكبت الجريمه، حيت ملي ارتكبت الجريمه انا براسي مع راسي حكمت على راسي بالاعدام. انا مت، لان انا قلت لك ماشي غير الضحيه اللي ماتت، حتى اللي ارتكب. علاش؟ انا قلت لك، انا نشرحها لك علاش. لانه ما بقاش في الفطره ديالو. خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ماشي تقاتلوا، راه بجوج بهم كيبداو بالتا، واخا سي ان جو دو مو، ولكن راه هذه بلاصتو.
حنا هذه علاش تربيت، خيركم خيركم لاهله وتعاونوا وكذا. هذه هي الثقافه المغربيه ديالنا، التعاون والرحمه والموده. كتشوف انت داكشي اللي تربيتي عليه كامل ما قدرتيش ديرو في واحد لحظه دقيقه. انا قلت لك شعره كنتي مواطن عادي وليتي جانح ولا مجرم ولا سميه كما بغيتي، وفي لحظه كنتي ما عندك حتى سابقه حتى وليتي راه جايب جريمه اللي عندها اقصى عقوبه كاينه في المغرب وفي بعض البلدان. يعني دونك دخلتي لحي الموت. هو دخلتي لحي الموت واصلا راك انت ميت قبل ما تدخل لحي الموت، لان ارتكبتي جريمه ديال القتل، راك انت ميت. راه هذاك هو الاحساس ديالي والحل اللي باقي لدابا، حيت راه واخا استفدت كنلوم راسي وغنبقى نلوم راسي لان راه ما يمكنليش ننسى هذيك الجريمه. الا نسيتها ما هو مستحيل يقول لك شي واحد نسى. راه ماشي كنلعبوا، راه من احيا نفسا كانما احيا الناس جميعا، وانت راه قتلتي هاسي كانما قتل الناس جميعا. انت كصحفي كتسولني على الشعور ديالي هنا في الدنيا، انا راه كنسول راسي ما اسمي عند الله، واش كيسميني قاتل ولا منحرف ولا هاد السميات. انا باقي كان خايف من العقاب ديال الله، العقاب ديال الدنيا دايز. غدا يوم القيامه اش غنقول لربي؟ وهذاك السيد اللي غنقتلو غيوقف قدامي يقول له يا ربي قاتلي. تا هو باش غنبرر له التصرف ديالي؟ يلاه باش غتقول له لا حقا تعصبت. ها بنيش خايف انا لدابا، واخا تعطيني كاع نخرج من الحبس، راه غيبقى عندي هنا الداخل. يعني واخا العقوبه السجنيه كيعاود واحد يصلح فيها نفسه ولا كيعاود يراجع نفسه كيعاود هذا، ولكن كيبقى التعذيب. الا كانت عندك ما نعرف، ما نقولكش انا زوين ولا خايب، المهم انا هكذا كنفكر. انا راه ما عمري غنقدر ننسى، وباقي كنقول لك ابحث عن اسمي عند الله. نسى الدنيا فيها 2 دقائق ونص، متوسط عمر امتي ما بين 60 و70، عند الله 2 دقائق ونص. الا نتوما كتفكروا هنا في المجال الضيق، انا التفكير ديالي اعمق، وهكذا كنت مربي على داكشي. ما بغاتش تستوعب لي لحد ساعه علاش ارتكبت داكشي، لان تربيت تربيه يعني اسلاميه مغربيه وسطيه وكذا. كيفاش معتدل يعني العقيده، انت عارف العقيده الاشعريه المذهب المالكي، باش نمشيو واضحين، باش عاوتاني ما يفسروهاش وما عاوتاني يقول لك المتطرفين. راه ما عندناش تطرف حنا في هذه المسائل، هذه الجرائم هذه ساعه غضب. ولكن التربيه ديالنا راه هي هذه، راه حنا كاملين مغاربه كاملين مسلمين كاملين دراوش، اغلبيه الشعب ديالنا بسيط وباغي يعيش. حنا كنتصوروا دابا وكنسجلوا في هذا لو كارتي كنسموه لو كولوار دو لا مور او حي الموت، اللي قضيتي فيه حوالي 10 سنوات تقريبا. احكي لي على هاد 10 سنين كيفاش دازت، وباش كيتميز هذا الحي؟ هذا الحي كيتميز بحال نقول لك بالنسبه لشي ناس اللي باقيين كيفكروا بحال اللي قلت لك في الدنيا، كل صباح كيتسنى التنفيذ، وكل ساعه كيتسنى التنفيذ بمعنى غيجيو غيطقوا غيجيو في 6 الصباح، لان هكذا اللي كانوا قديم غيجيو في 6 الصباح وغيحلوا عليك الباب ويقول لك يلاه نفذوك. كنتي كتفكر بانه فاش كيتحل الباب راه كاين التنفيذ؟ انا كنهضر على راسي ما كنتش كنفكر في التنفيذ ديال هنا ولا دابا. نعم. كنقولها كتعاودها. نعم. انسى الدنيا. نعم. دايزه. الموت ماشي هي المشكل اللي عندي فيه، شنو غنقول لله على دوك الناس اللي قتلت. انا العذاب ديالي لدابا شنو غنقول لله، وكي غندير نعوض هذوك الناس اللي حرمتهم من عائلتهم. يلا عطيني اش من تعويض، انا نضربتها هو قاعد تنفذ فيا الحكم بالاعدام. واش غيرجعوا دوك الناس اللي قتلت؟ واش ديك الام ولا داك الاب اللي فقدتي له عائلته، واحد من عائلته، غترجعوا بالتنفيذ فيا انا ولا نضرب 30 عام ولا مؤبد؟ هو ما غتعوضوش. وانا اش غنقول لله؟ راه هادشي اللي كيبقى نفكر فيه لدابا، وما عمره غيتبدل. واخا نخرج من الحبس انا قلت لك غتبقى عندك ديك المساله، لان انا قلت لك راه ماشي جريمه عاديه. بالنسبه لحي الموت نعاود نرجع لك ليه. انا قلت لك حي الموت، انا الفكره ديال التنفيذ اللي كتبقى دائما كاينه الفكره ديال التنفيذ. وبالنسبه لشي ناس راه كاين اللي ينفذ في راسو قبل، كان عنده الايمان ضعيف ما قدرش يصبر. مازال كنطرح هذا السؤال، شنو غنقول لربي؟ كاين اللي صافي كيقول لك انا قتلت غيقتلوني على الله، قبل ما يقتلوني انا ننتحر. وحضرت لشحال من واحد انتحر قدامي
واحد كان ساكن حدايا في 12 شد الصوبه في 3 ديال العشيه لقيناه معلق. وريني كتحس كان معاك كتمشى مع بعضياتكم، شحال من واحد كتلقاه مات نفذ في راسو، هو كي حاكم راسو قبل ما يحاكموه. راه الدوله ديالنا الحمد لله راه رحيمه، راه ما كيتنفذش، ورغم ذلك ما كاينش قانون كيمنع، ما كاينش قانون كيمنع. لكن رغم ذلك الانسان اللي كيكون عنده شويه ديال الاحساس راه ما كيتقبلش انه ارتكب ديك الجريمه، وكيبقى عايش في وسط هذا الحي هذا هو كينتظر الموت. كاين اللي كيقدر ينتظر، كاين اللي كينفذوا في راسه. باش كيتسبب هذا الحي؟ الرعب. انت كتشوف حنا كنصوروا فيه السكوت. شي المقبره ملي كتدخل المقبره هي هادي. انا عشت هنا 10 سنين، كل واحد شحال من واحد كاين اللي كتهضر معاه كي ما يجاوبكش، مرفوع السيد ما بين الموت والحياه. هو راه كيبان لك انت حي كيتمشى، ولكن هو راه ميت، لانه كيتسنى الموت ولا كيتسنى التنفيذ. وانت كتولي عايش معاه، وانت واخا كتبغي تنساه كيبداو يفكروا، كيقول لك راه غدا يجيو ينفذونا، وتوقع شي حاجه ينفذونا. توقع شي حاجه بمعنى شي اطونطا في الخارج هنا في المغرب، شي حاجه كتبقاو متبعين الاخبار على برا؟ حنا متبعين اش كيوقع على برا بالتفاصيل. شي الاخبار هي الحاجه الوحيده اللي واقيلا السجناء كيتبعوها اكثر من اي واحد. كنشوفوا الاخبار ديال الاذاعات الوطنيين كاملين، ونشوفوا الاخبار في الراديو، وملي كتوقع شي جريمه قتل صافي كنقولوا غدا غيبداو بينا. اكثريه الجرائم اللي ولات بشعه هذيك ديال السلا ولا ديال دوك السياح، هذوك السياح حنا راه صافي الركابين مشاو، ولا حيت راه جنسيات اخرى وجنسيات بي سكونديناف، يعني كتقول صافي حنا اللي هنا راه واقيلا راه جايه النوبه صافي. واخا الروح عزيزه كيف ما كانت اي جنسيه. حنا كنعرفوا الطريقه ديال نعم. خصنا نعض الصوره ديال المغرب تبقى مزيانه قدام المجتمعات. غيقول لك عندكم الجريمه، عندكم وعندكم وحنا محكومين بالاعدام، يقول لك غنفذوا. شكون يمنع؟ راه باسم جلاله الملك حكمت عليك المحكمه، الى امر يتنفذ. هاد 10 سنين اللي انت مازال فيها في العذاب ومازال كتراجع نفسك فيها وكتعاود تكدد كما كيقولوا المغاربه لداخل ديالك، شنو درتي في الحبس؟ كنعرفوا بان الحبس فيه الوقت. انا الحمد لله تلاقيت مع ناس في وسط الحبس، مع موظفين بالضبط، واحد المجموعه في الاول ديالي عندي الزهر ما نعرف ربي كيبغيني ولا. تلاقيت مع موظفين قال لي شوف اخويا انت واحد الانسان نقي، نسى هذا المشكل وما تبقاش تفكر فيه وكذا وهذيك قاري شويه. قلت له ايه؟ قال لي حاول تقرا وتعمر وقتك باش ما تبقاش كدور في هذاك لو ساعه، بقى تلوم في راسك وتخربق. دير الباك، دير الكليه، قرا، سارك مع راه عندنا انشطه في وسط المؤسسه، دير المسرح، دير هذه، عمر وقتك. الا بقيتي الوقت عندك الفراغ راه غيوقع لك بحال اللي كتشوف، اما تحماق اما تبقى تقلب اما تنتحر اما شوف. خصك تعمر وقتك حيت كاين وقت. انا بنادم كيحماق كينتحر، راه معنا الدراري كاين هنا الدراري. انا قلت لك معايا الدراري هنا مشات كتشرب الدواء ومشات، كاين اللي انتحر مشى، كاين اللي ما كيبقى، وكاين اللي كيبقى واقف، كاين اللي كيبقى منغلق، وواحد القله قليله اللي كتبقى واقفه شويه. يقدر يبان لك قدامك راه واقف، ولكن راه كنهضر على الناس الاعدام. انا هما معايا دابا في الكارتي الاخر باقي نفس الطريقه. الا مشيتي سولتي بحال دابا رئيس الحي عندنا تما غيقول لك الدراري اللي عندي في هذا الحي هادو فيهم صداع وتخربيق وكذا وهادي وكيرولوا في الدنيا، باقيين كيطامعين في الدنيا. الدراري الاعدام حتى واحد فيهم ما كيبقى يزولوا صداع ولا مشاكل، بحال تقول نساو الدنيا ونساو هما كلشي. هما حاسبين راسهم من الموتى، واخا استفد من العفو باقي كيحسب راسو من الميتين، حيت سمعها في المحكمه. فاش كتجي تسني هنا في العفو كيقول لك راه تحت المؤبد، ولكن فاش كتسمع بالمحكمه باسم جلاله الملك حكمت عليك المحكمه كتبقى كرافي عندك في لا ميموار، ما كتحيدش كرافي ما غتحيدلكش من بالك. انا قلت لك غنخرج الى ربي طول في العمر وخرجتي، وغتبقى غادي وانت كتقول انا كنت محكوم باعدام. غتشوف شي جوج ديال الدبزو كتمشي كتقول لهم عباد الله يجازيكم بخير حديو راسكم ما تدبزوش ما ديروش. غتولي شفتي شي صداع غتبدا تهرب منه.
حنا هنا راه داكشي اللي كنديرو. واش كنقول لك هنا راه الدراري ديال هذا الكارتي هذا ملي كيمشيو ليه رقم، مجرد رقم اعتقاد كيمشيو لهيه من بعد الاستفاده. من بعد الاستفاده. انت استفدتي من العفو الملكي في هذا العرش الاخير، واصبحت من عقوبه الاعدام الى المؤبد. كيفاش تلقيتي يا سي حمزه اش غنقول لك؟ ما غنكذبوش نقولوا ما فرحناش. طبيعه الحال شوف، كانت عندك القنبه هنا في اي ساعه يمكن اللي تجبد، طبيعه الحال غتفرح، العائله ديالك كتفرح، كيولي كيقولوا صافي اعدام ما بقاش الحمد لله اذا ما غيموتش، حيت كاين شي ناس من عائلتك صافي نهار اللي تحكمتي باعدام وهذا داك راه مات صافي، هما حيدوك هذوك من المموار. وكتبقى زياره؟ الزياره شوف على حسب العائلات والثقافه ديالهم. معنا شي ناس نهار اللي تحكم بالاعدام ما بقاوش كيزوروه صافي دفنوه، هما سمعوا الحكم ودفنوه. ومعنا الناس اللي الحمد لله انا والديا قاريين وواعيين وكذا وكيعرفوا الري ما خرج من الدنيا ما خرج مع قيبه. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انا قلت لك هذه التربيه هذه وهذه المرجعيه كتعاون شويه. كاين العائلات اللي كيقول لك هادشي مكتاب، حنا ربينا وقرينا وكذا، فهذه في لحظه انا قلت لك دقيقه شعره. حمزه ندمتي؟ راه الكلمه اللي عندي الكلمه اللي غنقولها ماشي ندم، هذاك راه ماشي ندم، شي حاجه اكثر مازال ما خرجاتش في القاموس. شي تقول لي علاش خلقيتي ودرتي هادشي، نقول لك ما بغيتش كاع نخلق انا الا غندير هذا الجريمه صاحبي. ماشي كنتفلا ولا كنضحك، كنهضر معاك بالمعقوله صاحبي. راه قتل هذا، من اعطاني الحق باش ناخذ الروح بواحد اخر صاحبي؟ راه كنبقى نطرح راسي ديما وما ماشي غير الندم، شي حاجه اكثر من الندم. علاش غندير انا هذه الجريمه؟ علاش ما نتمالكش لراسي في الغضب؟ علاش كاين الاسئله تبقى تطرح دائما. الا شي رساله توجهها الناس اللي برا، الشباب اللي ها السيف اللي ها الجنويه كيجريسي في عباد الله في الزنقه، اللي القاصرين الجانحين سميهم كيف ما بغيتي. دابا المشكله في المجتمع حتى حنا راه كنا فيه. كاين اللي ما واعيش، كاين اللي مساكن ما قارينش، كاين اللي بحال نقولوا دوك المتشردين كذا. هذاك صعيب باش تقنعوا. واخا انا نوجه له رساله نقول له لا تغضب لا تغضب، الرسول صلى الله عليه وسلم اش كيقول، شكون سمعك؟ ولكن النصيحه اللي نقول له تحابوا بيناتكم، اسمح، بعد من صداع. انا بحال اللي قلت لك كم من حاجه قضيناها بتركيا، لا تغضب، بعد على المشاكل. علاش غنكبروا حنا واحد المساله ونبقاو نعقدوها ونديروا وقع مشكل مع شي واحد حاولوا تحلوه بالحوار. الله سبحانه وتعالى كرم الانسان باش باللسان بالعقل. علاش حنا كنحيدوا العقل وكنخدموا العنف؟ انا كنلوم راسي، انا براسي كان يمكن لي نفك المشكل بالعقل وعندي العقل ماشي. دابا انا كنلوم راسي علاش؟ لان عندي العقل وقاري، ورغم ذلك في واحد الساعه ديال الغضب اللي دخل فيها الشيطان مشى هذيك القرايه هذيك الثقافه هذيك الشيء كامل، وليتي حتى نتايا. دابا انت عندك امل انك واحد النهار تخرج تعاود تبني حياتك؟ عندي امل نخرج. كاين تبني حياتك. بالنسبه لي كنقول ما عنديش الحق بيني وبين راسي. غتقول هذا حمقيه، انت خديتي الحياه ديال واحد الناس. واش انا عندي الحق نتزوج وانا حرمت واحد الناس من الزواج مثلا؟ عندي الحق ندير الدراريه وانا حرمت الام من الابن ديالها مثلا؟ كنقول انا ما عنديش الحق انني حيت حرمت واحد الناس من الحياه انا ما عنديش الحق تعطيني هذه الفرصه. والله اعلم بيني وبين راسي. علاش غندير انا واحد الاسره ونكون اسره وانا دمرت اسره؟ قلت لك راه المشكله اللي عندي انا راه ماشي هنا، المشكله اللي عندي كنحاسب راسي اكثر ومع الله اش غنقول. واش انا عندي الامل نخرج؟ ولكن نخرج غنبقى نفكر وارجع للحديث القدسي: لو اطلعكم الله على الغيب لوجدتم ما فعله ربكم خيرا. ولكن واش يستاهل انني تكون عندي اسره؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعرف. شكرا سي حمزه على هذه اللحظات ديال البوح. يجازيكم بخير سيدي. شكرا لك.